السلام عليكم مع أبو العريف في حلقة جديدة. في آخر حلقة كنا حكينا على أكبر خائن لتونس وهو إسماعيل بن مصطفى في إطار سلسلة تاريخ تونس. اليوم باش نحكيو على شخصية تاريخية كانت عندها مواقف مشرفة ووطنية وكيف العادة ماهيش معروفة برشا. اليوم باش نحكيو على محمد العربي زروق. زعما شكون هو السيد هذايا وشنية دوره في تاريخ تونس وشنية حكايته؟ تابع الفيديو للآخر باش تعرف. أما كيف العادة ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ونستنى تفاعلكم واقتراحاتكم في التعليقات. محمد العربي زروق هو سياسي تونسي تولد عام 1823 في تونس العاصمة. ينحدر من عائلة أرستقراطية تونسية أصيل مدينة باجة. زاول التعليم متاعو بالمدرسة الحربية بباردو، بطبيعة بتدخل من بوه اللي كانت عنده علاقة بالعائلة الحسينية، على خاطر وقتها المدرسة هذه متاحة كان للمماليك من أصول تركية أكاهو. تخرج منها بامتياز والتحق بالجيش التونسي برتبة بنباشي، وتدرج في سلم الوظائف لنوصل أمير أمراء كما نقول احنا توا جنرال. وهذا كان في عهد محمد الصادق بي. محمد العربي زروق كان يحكي برشا لغات وكان متكلماني وإنسان محنك، نقولوا احنا عنده في مخه الشيء اللي خلاه يختاروه باش يكون رئيس بلدية العاصمة. وزاد شد رئاسة دار الجلد اللي هي كما نقولوا إدارة الاقتصاد الوطني أو وزارة الاقتصاد، وكان زاد أول مدير للمدرسة السقطية. تعرف على محمد العربي زروق وطنيته وحبه لتونس، وخاصة مساندته للفكر الإصلاحي في وقت كانت البلاد تعاني فيه من الفساد، وقت اللي فرنسا لعبت اللعبة مع الخائن إسماعيل بن مصطفى باش تنصب الحماية أو بالأحرى خلينا نقولوا الاستعمار خير. محمد العربي زروق كان رافض المعاهدة هذه جملة واحدة، وطلب أصل من الباهية باش ما يصححش عليها، وقال له هذا استسلام وتسليم لتونس للأعداء جملة واحدة. بقى شادد الصحيح في الموقف نتاعو، الشيء اللي كلفوا المناصب نتاعو الكل بعد الاحتلال. بالطبيعة فرنسا ما يساعداش السيد متكلماني ويأثر في بعض السياسيين وفي المواطنين زادا، حتى وصلت فرنسا حصرته في داره في نهج الحكام وما عادش ينجم يخرج منها. شبيك كلامه كان يوصل للناس وعنده تأثير كبير برشا باش يقاوموا الاحتلال متاعهم، وكيف كثر الشيء وكلامه ولا يأثر بصفة أكبر ولا يخطوا أصلا باش يختلوه. الشيء اللي خلاه بعد شهرين محبوس في داره يخرج بالسرقة بالليل ويهرب ويلتجئ لسفارة بريطانيا في تونس اللي وقتها موجودة في باب الحرب. يكثر خيرهم سفارة بريطانيا هربوه على جوالة بريطانية لإسطنبول عبر إيطاليا. وفي تركيا كان في استقباله خير الدين باشا وبعض التوانسة اللي هربوا غادي في نفس حالته، وكان يحظى باحترام العلماء والمشايخ والسياسيين الأتراك. يقولوا والله أعلم اللي هو التحق منشط لفائدة مجموعة تركيا الفتاة، أما الشيء هذا ما نجموش نقولوا صحيح وإلا غلط خاطر ماهوش ثابت. وبقى في تركيا حتى عام 1888 وين سافر مرة أخرى واستقر جملة واحدة مرة هذه في المدينة المنورة، وين توفى عام 1902 وتدفن في الباقية. هذا باختصار كبير تاريخ محمد العربي زروق. كان تحب تعرف تفاصيل أكثر هاوكا خليت اللين في الديسكريبسيون تنجموا تشوفوه وتقراوا عليه ارتيكل مزيان برشا. إن شاء الله الحلقة عجبتكم وتكون خفيف عليكم، ونتلقاو بحول الله في حلقة جديدة وتوا نقولكم بسلامة.